ريتشو يرد على الناس يلي حكوا له انه هو ما بيقدر ينزل لسوريا لاسباب معينه. تعالوا معي بهذا الفيديو احكي لكم القصه. ريتشو وننوش قرروا انه ينزلوا على سوريا لحتى يفتحوا شغل وكنوع من السياحه ويتعرفوا على بلدهم، لانه اولادهم الصغار حرفيا ما بيعرفوا شيء الا انه هن من سوريا، بس انه يعرفوا تفاصيل تانية ما بيعرفوا. فريتشو وننوش بخطوه كتير كتير حلوه، حبوا يعرفوا اولادهم على بلدهم وعلى ثقافته وعلى انه هن من هذا البلد وانه يعتزوا بالانتماء له، وبنفس الوقت انه يفتحوا استثمار وشغل، لانه الواحد لازم يستثمر ويفتح شغل ببلده. بعدين ريتشو طلع بفيديو وعم يعمل وكالة فيه لعوني، وانه هو اجل شوي سفرته على سوريا، والتعليقات بلشت انه انت معناته في سبب معين ما خلاك تنزل على سوريا. وهون كان الرد من ريتشو حكى انه هو ما في قوة بتمنعه انه ينزل على سوريا، بس هو حكى انه الشركة بدها 25 يوم لحتى تفتتح، فقال انه بيعمل وكالة لعوني يلي هو مدير اعماله وبينزل على سوريا بعد افتتاح الشركة أو بالافتتاح. يعني بدل ما يضيع حاله 25 يوم بلا فايدة، هو في وكل مدير أعماله ويشتغل الشغل يلي رح يشتغله ريتشو. وحكى ريتشو إنه كمان هو عنده التزامات بالبلد يلي عايش فيه حاليا، وهو عنده شغل خاص فيه كمان بهذا البلد، لهيك هو ما في يترك كل شيء ويمشي. وحكى ريتشو انه اسم الشركة رح تكون NMS يلي هن اول 3 احرف من نانسي وميرا وسند. نتمنى له لريتشو كل التوفيق والنجاح، وان شاء الله الشركة بتصير من اكبر الشركات بالعالم. وشكرا كتير كتير له لانه وقت فكر يستثمر. وحكى ريتشو انه احتمالية انه يستقر بسوريا كتير كتير كبيرة، لانه الواحد مرجوعه الاساسي لبلده. فبنتمنى لريتشو كل الخير والتوفيق بخطوتهم الجديدة هو ونانسي. وللأمانة أنا بحبهم كتير كتير ومتابعتهم من زمان، وعن جد هن من الناس يلي بلشوا خطوة خطوة على السوشيال ميديا، حب انه يستثمر ببلده، وهي خطوة كتير كتير تنحسب له وبيشكر عليها، لانه ما في خير لبلده ما في خير برأيي الشخصي انه عيلة ريتشو وننوش هن عيلة كتير ذكية وخطواتهم كتير محسوبة، لهيك عم ينجحوا بكل تصرف او بكل خطوة وبيخطوها. انتو شو رأيكم بعيلة ريتشو وننوش؟ وبرأيكم شو ممكن تكون نوعية الشركة يلي رح يفتحها ريتشو؟ للأمانة أنا ما قدرت أخمن بأي شيء، أنتو تقدروا تتوقعوا شو ممكن تكون الشركة أو لا؟ اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات وتابعوني، وإذا حبيتوا الفيديو اشتركوا بالقناة. باي.